اول سؤال بيقول لك استفاد العرب قبل ظهور الاسلام من علم الهندسه في نشاطهم الاقتصادي لما عملوا السدود. طب السدود دي اتعملت فين؟ اتعملت في اليمن. هات لي كلمه اليمن من الاجابات. هل موجوده شمال شبه الجزيره العربيه، جنوب الجزيره العربيه، جنوب؟ هتبقى جنوب غرب شبه الجزيره العربيه. ماشي. السؤال اللي بعده، تركزت المشروعات الاقتصاديه داخل اليمن. داخل اليمن كانت موجوده في سبأ. سبأ دي كانت موجوده فين؟ في جنوب غرب اليمن. تمام. اللي هو سد مأرب يعني. العامل الاساسي في ازدهار الاسواق التجاريه في مكه. ليه الاسواق كانت مزدهره في مكه؟ هل بسبب كانت تتعامل بنظام المقايضه؟ كان ده ايام الفراعنه، ولا وجود بيت الله الحرام، ولا طبيعه النشاط الاقتصادي، ولا جغرافيه مكه؟ طبعا عشان طبيعه النشاط الاقتصادي ان هي كانت بتعتمد على التجاره، عشان كده كان فيها اسواق. سؤال رقم 4، وجود الكعبه المشرفه في مكه اعطاها اهميه ايه؟ هتبقى اعطاها اهميه دينيه واقتصاديه. دينيه عشان الكعبه، واقتصاديه ان الناس كانت بتيجي في موسم الحج علشان تشتري الاصنام والكلام ده، فتبقى دينيه واقتصاديه. السؤال اللي بعده، لا هنا في دينيه بس، هتبقى هنا اسباب دينيه، انا اسف. هنا تبقى اسباب دينيه بس، انا ما شفتش دينيه دي، هتبقى هنا اسباب دينيه. بحسبها سياسيه ودينيه، تبقى هنا اسباب دينيه. رقم 5، تعد ايه المدينه وسط تجاري قبل الاسلام؟ وسط تجاري يا محترم قبل الاسلام، الطائف، يثرب، خيبر. الاثنين دول يعتبروا صح. انهي الاشمل؟ انهي الموجوده عندك في الكتاب اللي كانت بتلعب وسط تجاري؟ هتبقى مكه. السؤال اللي بعده رقم 6، يرجع اسباب تكوين الممالك في شمال شبه الجزيره العربيه لاسباب ايه؟ طبعا اسباب اقتصاديه، وهو انهيار سد مأرب. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 7، يرجع اسباب تحالف الغساسنه مع الروم ضد الفرس، الاسباب ترتبط بايه؟ ليه الغساسنه اشتركت مع الروم؟ هل بسبب ضعف الفرس، قوه الروم، قوه اقتصاد الروم، ولا جغرافيه الروم؟ طبعا جغرافيه الروم. قلت لك السبب ان الغساسنه تتحالف مع الروم هو الموقع الجغرافي. ماشي. رقم 8، كانت الحروب بين القبائل قبل الاسلام تنشا لاسباب ايه؟ قلت لك الحروب لما بيتخانقوا على الميه والمراعي، دي حاجه اقتصاديه، لما الاخذ بالثار، ودي حاجه اجتماعيه. تبقى اقتصاديه اجتماعيه. في الاقتصاديه واجتماعيه، جغرافيه واجتماعيه، سياسيه واجتماعيه، عدد سكان، تعدد العبادات، كثره، هتبقى جغرافيه واجتماعيه. اجتماعيه محترم الاخذ بالثار، وجغرافيه دي اللي هي يقصد بيها الطبيعه الجغرافيه، فدي هتاثر على الميه وعلى المراعي، فتبقى جغرافيه واقتصاديه صح. تمام. رقم 9، كانت المرأة تلعب دور اقتصادي. المرأة بتلعب دور اقتصادي في شبه الجزيرة العربية. فين؟ في البادية. فين في البادية؟ في مكة. طب مكة دي موجودة فين؟ مكة دي موجودة غرب شبه الجزيرة العربية. لا يا سيدة خديجة. أكثر الأنشطة في شبه الجزيرة العربية بمنطقة رقم 1. دي المنطقة رقم 1 يا محترم، عند الخليج العربي. ماشي. الخليج العربي ده يا محترم هيلعب أنشطة إيه؟ رعي وصناعة، زراعة وصناعة، تجارة وصناعة، صناعة وراعي. هنا محترم، هنا في مضيق، فهنا محترم هتبقى تجارة وصناعة. قول لي ليه اخترت تجارة وصناعة؟ تجارة محترم عشان ده موقع جغرافي في مضيق، يعني أهمية استراتيجية، فده يلعب دور تجارة. طب ليه صناعة؟ صناعة عشان المنطقة دي كنا بنجيب منها اللؤلؤ وبنعمل منها الحلي، فهنا الإجابة هتبقى تجارة وصناعة. طب ماشي. السؤال اللي بعده، ترجع الأصول الأصلية لممالك شمال شبه الجزيرة العربية إلى إيه؟ الأصل لشمال شبه الجزيره العربيه اللي هم كانوا جايين من اليمن. طب اليمن دي موجوده فين؟ اليمن دي كانت موجوده شرق شبه الجزيره العربيه، قلب شبه الجزيره، هتبقى جنوب شبه الجزيره العربيه، ان هم اصلهم من اليمن، واليمن دي موجوده في الجنوب. ماشي. رقم 12، تتشابه ممالك الجنوب مع ممالك الشمال. ممالك الجنوب تتشابه مع ممالك الشمال فيما بينهم ما عدا ايه؟ هل متشابهين في نظام الحكم؟ ماشي. متشابهين في الاصل؟ متشابهين في الاهتمام ببناء القصور؟ طب مش متشابهين في ايه؟ في التبعيه السياسيه، كل واحد بيتبع دوله معينه. ماشي. بيقول لك اهم القيم التي ارساها حلف الفضول. ما ينفعش اختار تسامح ديني لان احنا قبل ظهور الاسلام، ولا عمل على الامانه، ولا عمل على الوفاء بالعهد، عمل على المساواه، ان هم محترم ننصر المظلوم ضد الظالم عشان نساوي ما بينهم. 14، اكثر المناطق التي شهدت تركز الوجود للديانات السماويه في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. ايه اكتر حاجه من دول شهدت وجود للديانات السماويه؟ هل مكه، ولا الغساسنه، ولا الحيره، ولا اليمن؟ هتبقى صاحبي اليمن. اليمن دي كان فيها يهوديه،
وكان فيها مسيحيه، ففيها اتنين اهو، اتنين يبقى اكتر حاجه. تمام، هتبقى اليمن. السؤال اللي بعده، وجود العديد من العبادات الوضعيه في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام، ده يدل على ايه؟ على طبعا الفراغ الروحي، كان عندهم فراغ روحي، كانوا عندهم من جواهم كده في فراغ، عشان كده كانوا بيعبدوا العبادات الوضعيه، لا الوثنيه بقى والصابئه والاصنام والكلام ده. رقم 16، تأثرت الحرف التي مارسها سكان شبه الجزيرة العربية. الحرف تأثرت بإيه؟ بالنواحي الاجتماعية، النواحي الجغرافية، الوضع الديني، الأصل العرقي، طبعا بالجوانب الإيه؟ الجغرافية، اللي هم كانوا شاطرين في الرعي بسبب البيئة الصحراوية، أو شغالين في التجارة بسبب موقعهم الجغرافي. اقتصرت الزراعة في شبه الجزيرة العربية على بعض المناطق الإيه؟ هنا الإجابات دي غلط، هتبقى اقتصرت الزراعة كانت في المناطق الشمالية. الشمالية الإيه؟ الشمالية الشرقية. إيه الشمالية الشرقية؟ اللي هو العراق. ماشي. السؤال اللي بعده، ارتبطت بعض الصناعات في شبه الجزيرة العربية بإيه؟ أنا دلوقتي يا محترم كنت بعمل صناعات اللي هي صناعة السيوف علشان المشاكل بيني وبين القبائل، يبقى ارتبطت بالجانب الإيه؟ بالجانب الاجتماعي اللي هو الأخذ بالثأر، ده اللي خلاني أعمل سيوف. يمكن التعرف على مناطق صناعة السفن في شبه الجزيرة العربية. إيه المنطقة اللي كانت بتصنع سفن؟ اليمن. طب اليمن دي موجودة فين؟ موجودة في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. ماشي. من خلال الخريطة التي أمامك، أهم الدول لعبت دور وسيط تجاري. اللي لعبت دور وسيط تجاري بين الشرق والغرب طبعا يا محترم هتبقى اليمن قديما. أدي اليمن أهي بتربط بين أدي الشرق وأدي أهو الغرب. تمام. من اكثر الانشطه الاقتصاديه ارتباطا بعلم الفلك، قلت لك علم الفلك مرتبط بايه وانت مغمض؟ مرتبط بالتجاره، انما لو قال لك انواع تبقى زراعه. قامت اليمن بنقل البضائع الى موانئ الشام ومصر الى اوروبا، وساعدها ذلك على ايه؟ اصدار النشاط الزراعي، زياده القوات العسكريه، اصدار النشاط الصناعي، تفوقها الاقتصادي. طبعا اصدار النشاط الاقتصادي، لان اللي هيخليها تتواصل وتروح هنا وتروح هنا هو صناعه الاسطول، والاسطول ده محتاج ايه؟ سفن، والسفن محتاجه صناعه. تمام. من خلال الخريطه التي امامك استنتج اهم الاختلافات بين ممالك غرب وشمال شبه الجزيره العربيه، يعني الغرب والشمال. هل اختلاف مختلفين في الاصل العرقي، مختلفين في نوعيه النشاط التي يمارسها السكان، دخولهم في احلاف عسكريه. ليه؟ اللي كانوا في شمال غرب، في شمال غرب اللي هي العراق كانت تبع الفرس، في شمال شرق يا محترم كانت تبع اللهم صل على رسول الله الروم، مختلفين في الاحلاف، او جايب لك هنا العراق وجايب لك الشام. رقم 24، الحتميه الجغرافيه اثرت على طبيعه النشاط الاقتصادي في شبه الجزيره العربيه، وهو ايه؟ طبعا الجغرافيا دي اثرت على الرعي، خلته هو الحرفه السائده. تمام. نيجي للسؤال اللي بعده 25، اهم فئات المجتمع نظره الى السماء. اللي بتنظر الى السماء على طبقه عليا، هل الراعي، المزارع، التاجر، الصانع؟ طبعا قول له التاجر. اللهم صل على رسول الله. اصحاب الاراضي الزراعيه دي ما بقولش عليهم مزارعين، تمام، بقول عليهم اعيان او اصحاب اراضي. كان للعرب قبل ظهور الاسلام الثقه في التعرف على علم الايه؟ هنا محترم اول حاجه عرفوه العرب كانت الارصاد الجويه. استفاد العرب قبل الاسلام من علم الانواء في حرفه ايه؟ هنا اقول له حرفه الزراعه والتجاره. ماشي. كانت الاسواق عند العرب قبل الاسلام بتلعب دور ايه قبل الاسلام؟ بدور اقتصادي وثقافي علشان الشعر. كل الكلام ده لسه شغالين عليه. 29، اهتمام العرب ببعض العلوم لتحقيق اهداف عديده ما عدا ايه؟ هنا العرب لما اهتموا بالعلوم عملوا الزراعه زي علم الانواء، التجاره علم الفلك، الصحيه الطب، يبقى ما عدا العسكريه. تمام. اهم المناطق في شبه الجزيره العربيه تاثرت بفن النحت. فن النحت يبقى الشمال اللي هي الانباط، اللي هي مدينه الحجر او الحجر. ارتبط بناء القلاع والحصون. انا دلوقتي ببني قلاع وحصون عشان احمي نفسي، احمي نفسي تبقى جوانب عسكريه. كل مما ياتي من العوامل المشتركه بين الطبقه العليا والطبقه الوسطى ما عدا ايه؟ قلت لك ما عدا اصحاب الحرف. فين اصحاب الحرف؟ ممارسه الحرف، مشتركين في الاصل العرقي كلهم عرب. في الوضع الديني مفيش ديانات اصلا. ممارسه التجاره، في هنا اصحاب تجار كبار وهنا اصحاب تجار صغيرين. 23، تاثرت الطبقه الدنيا
في شبه الجزيرة العربية بإيه؟ الطبقة الدنيا يبقى اقتصادي واجتماعي، بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. ارتفعت مكانة المرأة في الحضر، حضر يبقى دور سياسي، إنما لو قال لك بادية يبقى دور اقتصادي. تمام. 35 مش عايزك كده تزهق مني، بص عمالين نحل قد إيه وعمالين أشرح لك قد إيه وأقول لك نقطة التعلم قد إيه. ماشي. 35 ارتفعت مكانة المرأة في الصحراء، في صحراء شبه الجزيرة العربية، ارتفعت مكانة المرأة في الصحراء، صحراء يعني بادية، بادية تبقى اقتصادي. ظهر دور المرأة السياسي فين؟ قلت لك يا محترم في الشمال وفي الجنوب، في الشمال والجنوب، أو الشمال اللي عندك زنوبيا، والجنوب اللي هي بلقيس. تشابهت يثرب ومكة في العديد من الجوانب التالية ما عدا إيه؟ هل متشابهين في الجوانب السياسية؟ الاثنين نظام قبلي. وبقول لك ما عدا. متشابهين في الجوانب الاجتماعية؟ متشابهين في النشاط الزراعي ولا متشابهين في النشاط التجاري؟ الاثنين كان فيهم تجارة، يبقى الاثنين ما كانش فيهم نشاط زراعي. اللي كان فيها زراعي كانت يثرب بس، انا بقول عليه زراعي، زراعي. ماشي. 38 وده اخر سؤال في الاسئله الاختياري. 38 بيقول لك ايه؟ اهتمام الدوله بعلم الانواع بيحقق اهداف ايه؟ طبعا بيحقق اهداف اقتصاديه. تمام. ليه حل الاسئله؟ يلا بينا يلا بينا. هات لنا بقى يا صديقي اول سؤال كده في الدرس الثاني. اول سؤال بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك اثرت على اكتساب النبي العديد من الصفات في طفولته. ايه هو النبي اكتسب صفات في طفولته ليه؟ علشان يا محترم يشتغل في الراعي. صح؟ الراعي ده حاجه ايه؟ الراعي ده طبعا يا محترم نواحي اقتصاديه. تمام. من اهم الجوانب التي اثرت على صفات النبي في شبابه، هو اللي اثر على شبابه التجاره. طب ما التجاره دي برضو الجوانب ايه؟ جوانب اقتصاديه. تمام. السؤال اللي بعده، الخلاف بين القبائل، بين قبائل مكه حول من يضع الحجر الاسود في مكانه يعود لاسباب ايه؟ يعود لاسباب اجتماعيه وهي العصبيه القبليه. كل واحد يقول لك انا عايز احط انا الحجر، وده يقول لك لا انا عايز انا احط الحجر، لا انا احط انا الحجر، فكانوا بيتخانقوا لاسباب اجتماعيه. تمام. مفيش اسباب دينيه يا ابني، ما كانش فيه دين. قدره الرسول صلى الله عليه وسلم على حل الخلاف بين قبائل قريش، حل من يضع الحجر الاسود في مكانه، ده يدل على ايه؟ ده يدل يا محترم على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو عنده قدرة في إدارة الأزمات. أكثر العوامل التي كانت سببا في أن يخلو الرسول في غار حراء هي أسباب يا محترم دي سياسية اقتصادية اجتماعية، طبعا أسباب دينية، إن هو يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن ما كانش عايز يعبد الأصنام. لجوء السيدة خديجة إلى ورقة بن نوفل ليه؟ علشان طبعا عنده قيمة العلم والمعرفة، إن هو كان عالم بالإنجيل. تمام. رقم 7، اعتمد الدعوة الإسلامية في البداية على المرحلة السرية، يدل على عنصر الشباب. منح المسلمين إيه؟ طبعا منح المسلمين المصابرة. تمام. نيجي لسؤال رقم 8، اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم يدل على حرصه على إرساء قيمة الإيه؟ قيمة التواضع، العلم، الصبر، الحكمة. طبعا قيمة الايه؟ العلم، عشان ده كان بمثابة مدرسة في الإسلام. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك الهدف الأساسي من نشر الشائعات والأكاذيب حول الرسول إن الناس تبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هل بسبب تنفير إيه؟ الناس من دخول الإسلام. تمام. رقم 10، تعرض الرسول وخير الصحابة للإيذاء لأسباب إيه؟ هل لأسباب اجتماعية، دينية، اقتصادية، سياسية؟ طبعا لأسباب اجتماعية، ان قريش كانت خايفه على وضعها الاجتماعي، عشان كده بدات تعذب الصحابه وبدات تعذب المسلمين. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك اول محاربه او اول محاوله لهروب المسلمين من ايذاء قريش خارج شبه الجزيره العربيه كان في العام الكام؟ طبعا في العام الخامس من البعثه. لما راحوا فين؟ لما راحوا الحبشه. الناس ما حفظتش الجزئيه دي، هيجي لك عليها سؤال. تمام. السؤال اللي بعده رقم 12، من اسباب اختيار الحبشه لهجره المسلمين اليها، هو احنا ليه رحنا الحبشه؟ عشان فيها ملك عادل بيكره الظلم. طبعا يا محترم ده اسباب دينيه اجتماعيه، هتبقى الاسباب دينيه اجتماعيه. السؤال اللي بعده، فشل قريش في مهمتها اتجاه الدعوه الاسلاميه في الحبشه يرجع لاسباب ايه؟ هنا يا محترم فشل قريش في مهمتها اتجاه الدعوه الاسلاميه في الحبشه، طبعا لما بعتت يا محترم عمرو بن العاص علشان يرجع المسلمين فشلت. ده فشلت لاسباب ايه؟ دينيه، اقتصاديه، سياسيه، ثقافيه. طبعا فشلت عشان النجاشيه كان عنده حكمه. الحكمه دي حاجات ايه؟ حاجات دينيه ولا اقتصاديه ولا سياسيه ولا ثقافيه؟ طبعا بسبب، لا مش هتبقى ثقافيه، هتبقى الاسباب دينيه لانه كان على دين
سماوي وكان رجل يكره الظلم. تبقى الاسباب دينيه. اشتد ايذاء قريش للرسول العام العاشر من البعثه. الاسباب ايه؟ الاسباب اجتماعيه، لان في العام العاشر هو عام الحزن، لان العام العاشر ده ماتت فيه السيده خديجه ومات فيه ابو طالب. تمام. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 15. سعى الخروج بالدعوه الاسلاميه خارج مكه ونشرها داخل شبه الجزيره العربيه عام ايه؟ هنا يا محترم بص، بيقول لك سعى الخروج بالدعوه الاسلاميه خارج مكه، خرجنا بره مكه، ونشرها داخل شبه الجزيره العربيه، يعني احنا قصده هنا على الطائف. الطائف ده في العام الكام؟ في العام العاشر من البعثه، يعني بعد نزول الوحي ب10 سنين. تمام. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوه الاسلاميه داخل شبه الجزيره العربيه. البدايه طبعا يا محترم هنا خروج ان الرسول لنشر الدعوه الاسلاميه داخل شبه الجزيره العربيه، خرج لاول مره فين؟ خرج الطائف. اختيار الرسول الاشخاص الذين ساعدوه في الهجره كان بيعتمد على ايه؟ طبعا ده كان بيعتمد على الكفاءه، مفيش قرابه ولا دين ولا نوع. قول زهير بن ابي اميه اللي ناقصنا في الصحيفه: لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفه الظالمه، يدل على ايه؟ سماحه هذا الرجل مكانا في قريش، قوه المسلمين، الوفاء بالعهد. طبعا محترم ان الراجل ده كان عنده سماحه وكان بيعمل بتطبيق العزبه الايه؟ القبليه. تمام. ويبقى بكده يا باشا خلصنا الاسئله الاختياري على الدرس الثاني. قلت لك الاسئله المقاليه هنعمل لك ليها فيديو لوحده. ويبقى بكده يا باشا خلصنا المحاضره الاولى في الكورس المكثف. بص بقى يا صديقي، دول حوالي 50 سؤال على الوحده الثانيه. اول سؤال بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك: كانت احداث معركه اليرموك 13 هجريا تطبيقا عمليا لايه؟ طبعا قلت لك معركه اليرموك دي طبقنا فيها مبدا الشورى. ليه؟ لما خالد بن الوليد راح وعمل مبدا الشورى، وساعتها عمرو بن العاص قال له اللي احنا هنحاربهم عند نهر ايه؟ نهر اليرموك. جدع. ماشي. السؤال اللي بعده: تم القضاء على الساسان نهائيا. كلمه الساسان دي اللي هو يقصد بيها الفرس. احنا قضينا على الفرس تماما لما دخلنا خراسان في عهد مين؟ طبعا في عهد عثمان ابن عفان. تمام. السؤال اللي بعده رقم 3: بدأت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأراضي التابعة للدولة الساسانية اللي هو الفرس على يد القائد مين؟ مين أول قائد راح العراق اللي كانت تابعة للفرس؟ طبعا يا صديقي أول واحد كان خالد بن الوليد في عهد أبو بكر الصديق. تمام. نيجي لسؤال رقم 4. سؤال رقم 4 بيقول لك إيه؟ سؤال رقم 4 بيقول لك: اختلف الأمويين عن العباسيين في الفتوحات الإسلامية على اعتمادهم على القضاء ايه؟ قلت لك يا محترم الدولة العباسية اتعاملت على مين؟ اعتمدت على الفرس. هتقول يا مستر طب ما هم اعتمدوا على الأتراك، أقول لك بس الأساس مين اللي عمل الدولة؟ الفرس. تمام. رقم 5: ظهر الأثر السلبي للفتن والانقسامات على الدولة الإسلامية نهاية عصر الخلفاء الراشدين من خلال ايه؟ هنا يقصد عصر علي بن أبي طالب. هل بسبب توقف الفتوحات ونشر الاسلام، ظهور الصراعات والدول المستقله، تغيير نظام الحكم في الدوله الاسلاميه، انتشار حركه المرتدين؟ طبعا في عهد علي بن ابي طالب لما حصل فتن وانقسامات ده اثر على الفتوحات ونشر الاسلام. ليه؟ لان يا محترم الفتن والانقسامات والعدم الاستقرار اللي كان ايام علي بن ابي طالب ده نتج عنه توقف حركه الفتوحات الايه؟ الفتوحات الاسلاميه. تمام. سؤال رقم 6: افتقد الامويين خلال محاولتهم لفتح القسطنطينيه افتقدوا ايه؟ هل افتقدوا تحقيق الحشد العسكري؟ عملوا حشد عسكري. هل افتقدوا القدره على تحقيق المفاجاه العسكريه؟ ولا القياده العسكريه ذات المهاره؟ ولا الاعداد والتدريب الجيد؟ طبعا افتقدوا الامويين ان هم مش هيقدروا يعملوا مفاجاه عسكريه. ليه؟ بسبب الابراج، بسبب ان هم استخدموا ايه؟ استخدموا علم الهندسه. الله يبارك لك. ماشي. نيجي للسؤال رقم 7. بيقول لك: الجاهل من تعثر بالحجر مرتين. من خلال دراستك للفتوحات الاسلاميه تنطبق هذه المسألة على مين؟ مين يا محترم مرتين قال لك الجري نص الجدعنه وكان بيتهزم؟ طبعا يا صديقي كان الارطبون. اول مره جري من اجنادين راح فين؟ راح بيت المقدس علشان اهميته الدينيه ويحميه. بعد كده جري من بيت المقدس راح على فين؟ راح على مصر لاهميتها العسكريه. فده يا محترم اللي تعثر بالحجر مرتين، يعني واجه نفس الموقف مرتين. تمام. نيجي لسؤال رقم 8. سؤال رقم 8 بيقول لك ايه؟ جايب لك كده وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحين
النبي صلى الله عليه وسلم وصى الفاتحين وقال لهم لا تغيروا عليهم ليلا كي لا تروعوا النساء والاطفال ولا تقتلوا شيخا او طفلا او امراه. هنا النبي عمل على حقوق الانسان، قال لك لا تقربوا الرهبان يتفرغ في العباده للصوامع. هنا عمل على احترام حريه العقيده، قال لك لا تهدموا بيتا او معبد ولا تحرقوا زرعا او تقطعوا نخلا. هنا حافظ على موارد البلاد. ماشي. السؤال هنا بقى عايزك ايه؟ يقول لك نستنتج من خلال النص المقابل ان مجمل ما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم بيحقق ايه؟ هل بيحقق مبدأ المواطنه الدفاع المشترك؟ لا. هل المبادئ الانسانيه ولا التعايش السلمي ولا الحفاظ على البيئه؟ هنا يا محترم يحقق وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نطبق المبادئ الانسانيه، نطبق المبادئ الانسانيه لما نروح نفتح بقى الدوله، لما نفتحها بقى نبقى نعمل تعايش ايه؟ تعايش سلمي. تمام. رقم 9، يتضح من خلال النص المقابل ان الخليفه الوليد بن عبد الملك تميز بايه؟ النص المقابل هنا كتب الوليد بن عبد الملك الى موسى بن نصير لما جه يفتح بلاد الاندلس اثناء فتح الاندلس قائلا خذها بالسرايا. بالسرايا دي يعني يختبر شانها، يعني عدد جيش قليل يروح يختبر شانها. ليه؟ علشان يحافظ على الجنود. يبقى هدفه من هنا ايه؟ هدفه من هنا الحرص على جيوش مين؟ الحرص على جيوش المسلمين. تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. من خلال الخريطه اللي امامك، حلو، دي الفتوحات الاسلاميه جهه المشرق العربي في عهد الدوله الامويه. تمام. نجد ان من المدن الحدوديه بين الدوله الامويه ومملكه الهند، ادي مملكه الهند وهنا كانت الدوله الامويه. هنا ايه المدينه اللي على الحدود؟ طبعا دي المدينه اللي على الحدود اهي. دي مدينه ايه؟ دي مدينه الملتان. طب مين فتح المدينه دي؟ محمد بن القاسم الثقفي. الله يبارك لك. نيجي للسؤال اللي بعده. رقم 11، نستدل من النص المقابل ان موقف ملك الصين من قتيبة يدل على ايه؟ هل يدل يا محترم على تفوق المسلمين برا وبحرا، قله امكانيات الصين، قوه الجيوش الاسلاميه، ولا تفكك الامبراطوريه الصينيه؟ هنا بيقول لك رد ملك الصين على رسول قتيبة فإن نخرج من يمينه ونبعث من تراب أرضنا فتاه ونبعث إليها فجزيه يرضاها. هنا يدل على إيه؟ هنا من الآخر يا صديقي يدل على قوة الجيوش الإسلامية، إن الجيوش الإسلامية كانت قوية، فملك الصين كان عايز يحمي أراضيه فطلب الصلح. تمام. هنا ما ينفعش أقول تفوق لأن ممكن الصين تكون متفوقة عننا بس إحنا كنا أقوياء. تمام. السؤال اللي بعده، يقدم الأسباب السياسية التي أدت إلى انتشار حركة الردة. إيه السبب السياسي اللي أدى إلى انتشار حركة الردة؟ هل ضعف الإيمان؟ ده دين. الحنين إلى الجاهلية ده دين. الهروب من تكاليف الإسلام ده حاجة اقتصادية. إنما الحاجة السياسية هو التنافس على القبائل. عشان كده في ناس أدعوا النبوة. مين اللي أدعوا النبوة؟ ومهم جدا تحفظ مين اللي أدعى النبوة. طلائع الأسدي، الأسود العنسي، مسيلمة الكذاب. تمام. ليس كل من يتمناه المرء يتركه، يعني مش اي حاجه بتتمناها هتعرف تعملها. الحكمه السابقه تنطبق على محاولات الامويين لفتح ايه؟ ايه الحاجه اللي كان الامويين بيتمنوها ان هم يفتحوها وفشلوا؟ طبعا يا صديقي هي القسطنطينيه. تمام. رقم 14، يعد اول من فكر في نشر الاسلام في بلاد الشام. مين اول واحد راح الشام؟ غزوه مؤتة. جدع، كان النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 15، وصلت الدولة الإسلامية إلى أقصى اتساع لها. الدولة الإسلامية وصلت إلى أقصى اتساع لها في الشرق خلال عصر مين؟ مين اللي في عهده وصلنا لحد الصين شرقا والهند؟ طبعا يا صديقي في عصر الدولة الأموية. تمام. رقم 16، تركزت الفتوحات العباسيين في المشرق نتيجة إيه؟ هل نتيجة قوة وكفاءة الخلفاء العباسيين، خطورتهم على عاصمة الخلافة، ولا تنافس الدول المستقلة على نشر الإسلام؟ طبعا تنافس الدول المستقلة على نشر الإسلام. هم الدول المستقلة اللي عملوا فتوحات جهة الإيه؟ جهة المشرق، ومعظم فتوحات العباسيين كانت في المشرق، خلي بالك. تمام. نيجي لسؤال رقم 17. سؤال رقم 17 بيقول لك إيه؟ سؤال رقم 17 بيقول لك اختلف عصر الدولة الأموية عن عصر الخلفاء الراشدين من حيث إيه؟ هل من حيث التركيز على فتوحات الجبهة الشرقية، ولا الاهتمام بإنشاء الأساطيل، ولا إرسال القوات العسكرية لأكثر من جبهة، ولا الوصول إلى ساحل المحيط الأطلنطي؟ طبعا الدولة الأموية هي اللي وصلت إلى محيط الأطلنطي ساعة عقبة بن نافع. إنما الخلفاء الراشدين عملوا فتوحات جهة الشرق لما وصلوا خراسان، اهتموا بالأسطول البحري، أرسلوا قوات في أكثر من جبهة. إيه الاختلاف؟ الاختلاف إن الدولة الأموية وصلت لحد المحيط الأطلنطي،
انما الخلفاء الراشدين لا. تمام. رقم 18، عمل المسلمين على تأمين حدودهم مع الدولة البيزنطينية اعتبارا من عصر مين؟ المسلمين يا محترم بدأوا يأمنوا حدودهم من الدولة البيزنطينية اعتبارا من عصر الدولة الأموية. معاوية بن أبي سفيان هو أول واحد فكر في المشكلة الحدودية اللي مع الدولة البيزنطينية، وهو أول واحد عمل نظام الصواف والشواتم. تمام. بعد كده جم العباسيين. رقم 19، استقرت بلاد العراق تحت لواء الدولة الإسلامية في عهد مين؟ مين اللي في عهده فتحنا العراق كلها لما دخلنا المدائن؟ اللي في عهده فتحنا المدائن كان في عهد عمر بن الخطاب على يد سعد بن أبي وقاص. ساعتها العراق بقت تحت لواء الدولة الإسلامية. تمام. رقم 20، من خلال الخريطة المقابلة بدأت فتوحات خالد بن الوليد للعراق. بدأت فتوحات خالد بن الوليد للعراق من جهة إيه؟ هم من الجهة الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية؟ طبعا من الجهة الجنوبية. هو فتح النص الجنوبي كله في عهد أبو بكر الصديق. رقم 21، أراد الأمويين توجيه ضربة يقسمون بها ظهر الإمبراطورية البيزنطينية، وذلك من خلال إيه؟ الضربة اللي كانوا عايزين يقسموا بيها الدولة البيزنطينية. هل الدفاع عن الصخور والعواصم؟ فتح أرمينيا؟ محاولة فتح القسطنطينية؟ ولا إقامة نظام الصواف والشواتم؟ طبعا يا محترم احنا كنا هنهزم الإمبراطورية البيزنطينية لو كنا فتحنا مين؟ لو كنا فتحنا العاصمة اللي هي القسطنطينية. يبقى الضربة اللي كنا نقسم بيها ظهرهم محاولتنا في فتح الايه؟ محاولتنا في فتح القسطنطينية. هتيجي تقول لي نظام الصواف والشواتم هو اللي هنقسم بيه الامبراطورية؟ ما كان نفعنا وكنا فتحناها. للاسف يا صديقي النظام ده ما ساعدناش ان احنا نفتح القسطنطينية، هو ساعدنا ان احنا نحمي الحدود بتاعتنا. تمام. عشان كده الدولة العباسية طبقته. طب نيجي لسؤال 22. سؤال 22 بيقول لك ايه؟ بيقول لك تمثلت اهم الاخطار التي واجهت الدوله الاسلاميه بعد وفاه النبي. ايه الاخطار اللي واجهت المسلمين بعد وفاه النبي؟ هل يا محترم خروج الجيش الاسلامي لفتح بلاد الفرس، ولا الاختلاف حول اختيار خليفه للرسول، ولا عوده حركه النفاق في المدينه، ولا مخالفه البعض اركان الاسلام؟ هنا بيقول لك الاخطار، الخطر اللي واجهنا هو مخالفه البعض اركان الاسلام اللي هو يقصد بيها المرتدين. هتيجي تقول لي طب ما دي مشكله قابلتنا برضه، دي مشكله بس مش خطر. الخطر اللي واجهنا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ان في ناس خالفت اركان الاسلام اللي هم امتنعوا عن دفع الزكاه، مين هم؟ المرتدين. تمام. رقم 23، اثبتت انتصارات المسلمين في حروب الرده كفاءه ابو بكر الصديق في ايه؟ ابو بكر الصديق اثبت في حروب الرده ان هو عنده اداره الازمات، وهنا يتشابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دار الازمه بتاعت غزوه مؤتة. ماشي. 24، انطلقت الجيوش الإسلامية لنشر الإسلام شمال شرق. شمال شرق، شمال شرق دي يعني العراق. شمال شرق يعني ايه؟ العراق. حلو. انطلقت الجيوش الإسلامية لنشر الإسلام شمال شرق شبه الجزيرة العربية. بعد ايه؟ بعد ما أبو بكر الصديق خلص على المرتدين. لأن اللي راح العراق كان أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق راح العراق بعد ما قضى على الاضطرابات الداخلية اللي هي متمثلة في المرتدين. تمام. نيجي لسؤال رقم 25. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل العرب على اعجمه الا بالتقوى. دي يا محترم بنقضي بيها على ايه؟ بنقضي بيها على التميز العنصري. مفيش تميز بين عربي وغير عربي، والدليل على ذلك اللي احنا عملنا اندماج مع البربر وشاركونا في الفتوحات، وعيننا طارق بن زياد على طنجة وساعدنا في فتح الاندلس. ساعدنا في فتح الاندلس ساعتها. تعبت والله مش قادر. انا صليت الفجر وقلت اكمل فيديو. ماشي. رقم 26. بس انت ده اخر حصه، شد كده حيلك كده واجمك كده، اخر حصه مش هنشوف بعض تاني، ركز كده. ماشي. اي من اسباب حركه الرده الاتيه تنطبق على الذين ادعوا النبوه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. هم ادعوا النبوه ليه؟ قلت لك ادعوا النبوه عشان بيتنافسوا على الزعامه، عايزين يمسكوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين هم يبقوا زعماء الامه الاسلاميه، فعشان كده ادعوا النبوه. كم واحد ادعى النبوه؟ 3 المهم تحفظهم: طلحه الاسدي، الاسود العنسي، مسيلمه الكذاب. تمام. 27، تظهر اهميه اكتساب مهاره اتخاذ القرار. تظهر اهميه اكتساب مهاره اتخاذ القرار من حدث تاريخي مهم ساعد على استقرار الدوله الاسلاميه، وهو ايه؟ ايه من الاجابات تدل ان احنا خدنا قرارا حازما؟ قلنا يا محترم حروب الرده. ليه؟ لما ابو بكر الصديق خد قرارا حازما وما رضيش يطبق مبدا الشورى وما سمعش لحد،
وحارب المرتدين. تمام. خش على السؤال اللي بعده. 28. عرف النظام الاستطلاع الحربي في عهد الدولة الأموية بإيه؟ الاستطلاع الحربي ده هل بتحسين المدن والمواني، حالة الاستنفار الكبرى، عمليات القر والفر، ولا نظام السواف والشواتي؟ طبعا نظام السواف والشواتي هو نظام الاستطلاع الحربي اللي عمله معاوية بن أبي سفيان. طب 29. أي من العلوم الآتية استفاد منها البيزنطيون؟ البيزنطيون دول عملوا ايه عشان يحموا القسطنطينية؟ طبعا عملوا أبراج، أبراج دي علم هندسة، استخدموا النار الإغريقية. النار الإغريقية يعني كيمياء. تبقى الإجابة إيه؟ تبقى الإجابة يا باشا هل كيمياء وفلك؟ لا. طب وهندسة؟ لا. كيمياء وهندسة كيمياء عشان النار الإغريقية، وهندسة عشان الأبراج اللي عملوها في إقليم الصخور والعواصم اللي ضيعت علينا عنصر المفاجأة. تمام. خش يا صديقي على اللي بعد. سؤال رقم 30. سؤال رقم 30 بيقول لك ايه؟ يتفق عهد الأمان عند فتح بيت المقدس مع بنود صحيفة المدينة من حيث ايه؟ هنا يا محترم عهد الأمان يتشابه مع صحيفة المدينة إن هما الاتنين عملوا على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية. خلي بالك عشان الحتة دي مهمة. تمام. 31. ظهر نجاح الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية، خارج شبه الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين لأول مرة على يد القائد مين؟ مين أول قائد راح بره شبه الجزيرة العربية؟ طبعا أول قائد يا صديقي كان أسامة بن زيد. بس هل أسامة بن زيد نجح؟ لا. وبيقول لك النجاح مين اللي حقق نجاح؟ اللي حقق نجاح كان خالد بن الوليد. شايف عشان تتلخبط. ظهر نجاح الفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. مين اللي نجح؟ خالد بن الوليد. من أول واحد خرج أسامة بن زيد. تمام؟ تمام. رقم 32 يبقى الإجابة هنا خالد بن الوليد. 32. يدل موقف عمر بن الخطاب من قبول شروط بطريرك بيت المقدس على ايه؟ معنى ان عمر بن الخطاب يا صديقي يرضى ان هو يروح بيت المقدس ويقبل بشروط بطريرك بيت المقدس اللي هو كان اسمه سفرنيوس، ده يدل يا باشا على تقديره لمكانة المدينة انها كان لها اهمية دينية عشان مكان مقدس. تمام. خش يا صديقي يلا على سؤال 33. 33 بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي من الدول التاليه كانت غير خاضعه للخلافه العباسيه؟ الدول ايه؟ طاهريه، سامانيه، صفريه، دول كانوا معانا. طب ايه اللي ما كانتش معانا؟ الزايديه، ودي كانت في المشرق. طب هل كان في المغرب؟ كان في الادارسه برضو في المغرب. الادارسه دي كانت من اعداء الدوله العباسيه. لو جه قال لك القاسم المشترك بين الادارسه والزايديه دول دول مستقله ضد الدوله العباسيه. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف معاهم في الموقع الجغرافي، ان الادارسه كانت في المغرب انما الزايديه كانت في المشرق. تمام؟ تمام. نيجي لسؤال 34. بيقول لك مش شايف وقع اختيار الخليفه ابو بكر الصديق على خالد بن الوليد لفتح العراق. هو انا ليه اخترت خالد بن الوليد؟ عنده كفاءه عسكريه، يعني اسباب عسكريه. 35. تولى حمايه منطقه الصخور في العصر العباسي الثاني. مين اللي دافع عن منطقة الصخور في العصر العباسي الثاني؟ أنا قلت لك الدول المستقلة. الدول المستقلة في الشام اللي هي الحمدانية، والدول المستقلة في مصر اللي هي الطولونية والإخشيدية. يبقى الدول المستقلة بالشام ومصر. على فكرة السؤال ده مهم. الحمدانية دفعت عن الدولة العباسية ضد الدولة البيزنطينية في الشام أيام العصر العباسي الثاني، إنما الطولونية والإخشيدية دفعت عن الدولة العباسية ضد الدولة البيزنطينية في العصر العباسي الثاني، ودول كانوا من مصر. 36. توقفت حركة الفتوحات الإسلامية أيام علي بن أبي طالب بسبب إيه؟ قلت لك طبعا بسبب عدم الاستقرار السياسي. تمام. السؤال اللي بعده. من خلال الخريطة التي أمامك إن أول معارك المسلمين في العراق بعد عبور الحواجز المائية، قلت لك أول معركة عملناها بعد ما عدينا نهري دجلة كانت يا محترم قادسية؟ لا. البويب؟ لا. الأبلة دي؟ لا. أمال إيه كانت؟ المدائن. المدائن دي عملناها بعد ما عدينا نهر إيه؟ نهر دجلة. وخلي بالك الحتة دي مهمة. والمدائن دي لما خدناها قدرنا نسيطر على العراق بالكامل. تمام. والكلام ده كان في عهد عمر بن الخطاب على يد سعد بن ابي وقاص. طب نيجي 38. يدل قول عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب اني اعالج حربا كؤودا صدوما وبلاد الدخرت لك فلك رايك اثناء فتح بيت المقدس. ده يدل عليه؟ يدل على اهميه بيت المقدس الدينيه، تشجيع للخليفه على قبول الصلح، ولا قوه جيش؟ انا قلت لك واديتك مثال وانا بشرح.
اني عليك حربا قودا صدوما، لما تروح لابوك وتقول له انا الحصه دي لو ما حضرتهاش هسقط، فانت بتشجع ابوك ان هو يوافق على الحصه، فانا دي تشجيع للخليفه على قبول الصلح. طب 39 في دول النصين المقابلتين. هنا قال عبد الملك لمروان لقائده، عبد الملك بن مروان قال للقائد بتاعته، قال للقائد بتاعه ايه؟ كن في احتيالك على عدوك اشد حذرا من احتيال عدوك عليك، يعني اتغدى بعدوك بدل ما هو يتعشى بيك. ماشي. قال الوليد بن عبد الملك لقائده موسى بن نصير لا تغر بالمسلمين في بحر شديد الاهوال. الاثنين دول بيدل على ايه؟ هل يدل على حرصهم على تحقيق النصر، رغبتهم في تامين حدود الدوله، تمتعهم بالذكاء العسكري، ولا معرفتهم بجغرافيه المكان؟ هي ملهاش علاقه بجغرافيه المكان. هل ده يدل على تحقيق النصر ولا رغبتهم في تامين حدود الدوله ولا تمتعهم بالذكاء العسكري؟ اللي هتعرفك الاجابه لا تغرب المسلمين في بحر شديد الاهوال، يعني ما تغامرش بالمسلمين. ليه؟ علشان تقدر يا صديقي تحقق الايه؟ تقدر تحقق النصر وتغدى بعدوك بدل ما هو يتعشى بيك عشان تقدر تحقق برضو النصر. تمام. نيجي لسؤال 40. يعد القائد الثاني التي دخل ابواب القاره الاوروبيه. اول قائد كان طارق بن زياد، ثاني قائد كان موسى ابن نصير. طب القائد الثالث زيزو، مين زيزو؟ عبد العزيز ابن موسى بن نصير. هو هنا عايز القائد الثاني، القائد الثاني يبقى موسى بن نصير، انما لو قال لك الثالث زيزو عبد العزيز. ماشي. 41 ظهرت قوه الدوله الامويه في فتوحاتها بشكل واضح عندما ايه؟ هل عندما وصل عقبه بن نافع للمحيط، طلب ملك الصين الصلح، تم فتح النوبه، انتصار على حاكم سبيطله؟ هنا بيقول لك الدوله الامويه، دي مالهاش دعوه بالدوله الامويه، دي مالهاش دعوه بالدوله الامويه، دي ما عملناش فيها انتصارات. يبقى لما طلب ملك الصين الصلح ده يدل قلت لك على قوه جيوش المسلمين. تمام. الاثنين اللي في الاخر دول في عهد الخلفاء الراشدين اللي هم في عهد عثمان ابن عفان، وقلت لك اللي عملهم كان عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. ماشي. 42 انشا حسان بن النعمان ميناء تونس عشان يكون قاعده حربيه، يعني يحقق اهداف ايه؟ عشان يحقق اهداف عسكريه. وحسان بن النعمان ده اللي قتل الكاهنه، خلي بالك. نيجي ل 43 يؤكد سكان القبائل العربيه في المغرب الاسلامي بجوار البربر على تحقيق ايه؟ معنى ان البربر يعملوا معانا اندماج ويشاركونا في الفتوحات يبقى بيدافعوا معانا عن الدوله، اذا بيدافعوا معانا عن الدوله يبقى ده مبدا يا صديقي المواطنه. وهنا عكس مين؟ وهنا البربر دول عكس اليهود. 44 اولى الفتوحات الاسلاميه التي تخطت نهر دجله كمانع طبيعي كانت في عهد مين؟ طبعا احنا عدينا نهر دجله في عهد عمر بن الخطاب لما فتحنا المدائن، قلت لك الحته دي مهمه. تمام. نيجي للسؤال اللي بعد، سؤال 45. يعد اهم القاده الامويين، اهم قائد اموي الذي تولى فتوحات الدوله الامويه في حدودها الشماليه الشرقيه. مين فتح جهه الشمال الشرقي؟ مين اللي وصل لحد الصين وانت مغمض؟ هو قتيبة بن مسلم، وده بيركز عليه في الامتحان وجات لطلاب الازهر. مين اللي فتح جهه الشمال الشرقي في عصر الدوله الامويه؟ قتيبة بن مسلم. مين اللي وصل لحد الصين؟ قتيبة بن مسلم. مين اللي فتح بلاد ما وراء النهر؟ قتيبة بن مسلم. مين اللي خلى الجيش يتفرع من مرو؟ قتيبة بن مسلم. مين دخل منطقه بخاري؟ قتيبة بن مسلم. تمام. 46 يرجع فشل الامويين في فتح القسطنطينيه. احنا فشلنا ان احنا نفتح القسطنطينيه لاسباب ايه؟ قولوا الاسباب جغرافيه وعسكريه. جغرافيه عشان جغرافيه المكان ان الجو ساقع، عسكريا بسبب قوه البيزنطيين واستخدموا ساعتها علم الكيمياء وعلم الهندسه. 47 اندماج البربر مع العرب وشاركوا في الفتوحات على يد مين؟ مين اللي خلى البربر يعمل معانا اندماج؟ مين اللي فتح المغرب؟ موسى بن نصير لما عين طارق بن زياد على طنجه. اديك بالطبنجه. ماشي. 48 اي من الدول الاتيه قامت بتحمل بعض المهام العسكريه عن الدوله العباسيه من جهه الغرب؟ هات لي دوله من الاختيارات جهه الغرب، او قلت لك قسما بالله اللي كانت جهه المغرب الاسلامي في عصر الدوله العباسيه بقول عليها دول مستقله، كانت دوله الاغالبه اللي عملها ابراهيم بن الاغلب اللي فتح جزيره الصقليه على يد القائد اسد بن فراد، ودي مهمه. اللهم بلغت. طب 49 بيقول لك ايه؟ 49 بيقول لك
ظهرت قيمة التسامح خلال عصر الدولة الأموية بشكل واضح مع أهل البلاد المفتوحة. في إيه؟ في فتح عهد الأمان، في فتح المغرب، اتفاق البقط، فتح الأندلس. هنا التسامح في عصر الدولة الأموية هتبقى هنا محترم فتح الأندلس. ليه؟ لأن لما فتحنا الأندلس لغينا العبودية، فلما لغينا العبودية دي تسامح، دي تسامح. ما ينفعش اختار البقط وما ينفعش اختار عهد الأمان. ليه؟ لأن هنا بيقول لك عصر الدولة الأموية، والاثنين دول في عهد الخلفاء الراشدين. فتح المغرب ما عملناش حاجة غير إن احنا عملنا اندماج مع البربر، ودي مواطنة مش تسامح. طب رقم 50، تظهر أهمية السرايا ونظام الصواف والشواتي بالنسبة للدولة الإسلامية. في إيه؟ السرايا ونظام الصواف والشواتي دول حاجتين بعمل بيهم استطلاع حربي. السرايا عملت بيها استطلاع حربي لما جيت أفتح بلاد الأندلس على يد موسى بن نصير لما بعت طارق بن زياد. النظام الصواف والشواتي اللي استخدمها بطريقة استطلاع حربي كان معاوية بن أبي سفيان، واللي استخدمها بعد كده كانت الدولة العباسية. تمام. نيجي رقم 51 و 52 اخر سؤالين. 51، اي من الدول المستقله التاليه كان لها دور واضح في الفتوحات البحريه؟ دول مستقله فتوحات بحريه، يبقى اللي فتح الجزيره الصقليه. مين يا ابني اللي فتح الجزيره الصقليه؟ دوله الاغالبه. ماشي. وقفت الطبيعه حدا فاصلا امام الفتوحات للمسلمين. فين؟ في بلاد المغرب، بلاد ما وراء النهر، بلاد الصين. دول كلهم فتحناهم، يعني مفيش حاجه وقفت قدامنا. مين اللي ما عرفناش نفتحها؟ الدوله البيزنطينيه. ليه؟ لان كان في جبال والجو كان ساقع، ففشلنا ان احنا نفتح القسطنطينيه بسبب عوامل طبيعيه اللي هو الجو والجبال. ويبقى بكده يا صديقي خلصنا المحاضره الثالثه في الكورس المكثف والمحاضره الاخيره. نشوفك ان شاء الله كده على خير في مراجعه ليله الامتحان. واوعى تنسى يا صديقي اللي احنا على العهد بتاعنا ان احنا باذن الله هدفنا 60 من 60. صديقي انا واثق فيك، واثق فيك، اوعى تخذلني في الامتحان. باذن الله باذن الله باذن الله هتجيب 60 من 60، وباذن الله مش هتضيع ولا تعبي ولا تعبك، وباذن الله هنفرح اهالينا، وان شاء الله تفرح بالنتيجه كده في نص السنه. واستناك ان شاء الله في الترم الثاني على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.